السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معادنا النهاردة مع كبسولة جديدة من كبسولات الجودة. هكمل على الموضوع اللي فات بتاع المخازن لأن هو موضوع مهم جدا. طبعا نرجع للفيديو اللي فات هتلاقي فيه شوية معلومات مهمة بتكمل معانا الفيديو ده. النهاردة هتكلم على أجزاء مهمة جوه المخزن. المرة اللي فاتت اتكلمنا على التقسيم بتاعه وإيه هي أنواع الحاجات ويعني إيه MSDS اللي هي Material Safety Data Sheet. النهاردة هتكلم على شوية حاجات كده بسيطة بتبقى مهمة جدا جوه المخازن. اول حاجه خالص الاكسسبيليتي، الوصول، سهوله الوصول للمكان اللي انت عايز توصله. يعني مثلا عندك مواسير، المواسير دي طويله قوي او عددها كبير محطوطه فوق بعض، حضرتك عايز تجيب نوع ماسوره معين، اكتشفت ان انت مالكش اي مساحه تخش تجيبها، مقفول عليها من بره ومقفول من اليمين ومقفول من الشمال، مش عارف تخش تجيبها، فهتلاقي عامل تبرع من نفسه وراح طالع فوق المواسير عشان يجيبها لك. وهنا حصلت اول مشكله كبيره، لان هو بيقول لك انا دايس اهو يا باشمهندس ومفيش حاجه اتكسرت، بس هو اللي تحت خالص ايه اللي حصل له؟ غالبا اتكسر او انبعج او حصل فيه اي ديفكت، عيب يعني. فده ينتج عنه ان هو ممكن لما يجي يركب لان المواسير دي بتتعشق في بعض، ممكن ساعتها يحصل مشكله تسريب لا قدر الله، ومش هتكتشف الا بعد ما تركب وتختبر. طيب في حاجه تانية، في شويه حاجات بتتحط في المخزن مهمه جدا ما ينفعش نسيبها كده. زي ايه؟ زي الاجهزه اللي احنا بنعاير بيها شغلنا، اجهزه المساحه مثلا، ما ينفعش اسيبها كده. ليه بقى؟ دي بقى اتخبطت، اتجرحت، حصل فيها اي مشكله ايا كانت، خرجت ولم تعد، ايا كان هي ايه، لازم يبقى لها كنترول، لان الحاجات دي انا بشتغل بيها في الموقع وانا معايرها، يعني سليمه مظبوطه. تخيل معايا كده ان انت جايب الميزان مثلا، الايرور بتاعه او الفاقد بتاعه او نسبه الايرور الديفيشن اللي حاصله فيه، ولنفرض مثلا سنتي، طبعا دي حاجه كبيره جدا بس تمام، سنتي. السنتي ده بقى تخيل بعد الخبطه دي ما بقاش سنتي، بقى 3 بقى 4، ايه اللي هيحصل؟ حضرتك هتيجي تقيس عادي خالص وانت مش واخد بالك ان في ايرور جواه اصلا، هتقيس هتكتشف ان عندك مشكله. طبعا انت كده كده اي حد من مسؤول المساحه بيشيك قبل ما يشتغل، بس الفكره كلها ان هو معول ان انت عندك اصلا الجهاز سليم، محدش خبطه محدش لمسه. في نقطه تانية، الجهاز ده نفسه لو حضرتك عايز تعايره بتحطه في مكان على الرف، وبعدين بيكون عليه تاريخ المعايره بتاعته موجود عند المخزن نفسه، عشان الحاجه دي لما تيجي تسحبها على الرف تبص كده الحاجه دي اوكي ولا مش اوكي. لا دي مش اوكي، ده المعايره بتاعته انتهت امبارح، الشهاده انتهت امبارح، ده لازم يتبعت يتعاير. طب الجهاز نفسه فيه عيب، فبنحط عليه ليبل كده او تاج نقول عليه ان الجهاز ده معيوب او محتاج ريبير او خارج الخدمه عشان ما تستخدموش، ده طبيعي جدا. في حاجات تانية بقى، توصيل الماتيريال للمخزن نفسه. انت عارف ان توصيل الماتيريال بتختلف على حسب انت متفق على ايه، ودي اسمها الانكو تيرمز اللي هي الانترناشنال كوميرشال تيرمز. دي زي حاجه اتفاقيات التجاره العالميه كده، هنسلم فين؟ هستلم منك عند المصنع والشحن عليك، هستلم منك عند الموقع والشحن عليا، وهكذا بقى. في منها حاجات كتير جدا موجوده تقدر تخش السيرش عليها عشان تقدر تعرف، وهي بتتطور كل سنه، موجود لها بينزل لها معايير دوليه على الموضوع ده. في نقطة تانية مهمة جدا ليها علاقة بأحمال الرفوف. في ناس بتفتكر ان انا طالما عملت رف وراك بقى موجود، راك كبير كده، ان تمام احط عليه اي حاجة. لا، الرف ليه وزن. يقول لك الحد الاقصى المسموح بيه للرف ده مثلا 200 كيلو. طب ما هو 200 كيلو دي هتحطها، وبعد ما تحطها طب زودت، ما هو بيشيل، الرف مش هيتكسر معاك. غالبا ده بيبقى رف ستيل او رف الومنيوم او رف معمول له بطريقه جالفنايزد او معمول بطريقه ميتال معينه معدنيه، فمش هيتاثر معاك دلوقتي. هو بعد شويه هيحصل له ديفليكشن، يبتدي يهبط معاك، يحصل فيه مشكله، ممكن تحصل مشكله في الرف اللي بعده، في اللي تحته. خد بالك وانت بتحط الحاجه على الرف ان الحاجه دي تبقى على قد مقاس الرف، ما تبقاش طالعه لبره. ليه؟ سيفتي، ممكن تقع منك، ممكن تحصل لها دامج وانت بتعدي من جنبها، سواء تكسرها او تخبطك لا قدر الله، تسبب لك في اصابه او حاجه. الحاجات دي كلها طبعا خبراء او الناس بتوع امناء المخازن واللي مسؤولين عنهم بيكونوا عارفينها كويس جدا ومدركينها، وبيبتدوا يحطوا لها شويه حاجات ليها علاقه بالاريا بتاعتهم. في حاجه تانية ليها علاقه بالتهويه. انت قفلت المخزن، الهواء فين؟ اكوردنج لمواصفه الايزو 14001 في مواصفات للحاجات دي كلها، في قياسات بيئه عشان ما يحصلش اي مشكله عندك لا قدر الله، نتيجه لان الهواء بيبقى راكد جوه، بتحس ساعات ان الهواء فيه مشكله، الهواء معطل يعني. في برضه حاجات تانية علاقه بدرجات الحراره، لازم نقيس درجه الحراره.
في برضه ليه علاقه بالاضاءه، شده الاضاءه اللي موجوده جوه، وهل هي اضاءه صباحيه ولا اضاءه مسائيه، بتشتغل امتى عشان تقدر تحط فيه الكهرباء اللي انت عايز تشتغل بيها. كل الحاجات دي بتقدر توصفها عن طريق الخطه اللي بتحطها لاداره المخزن بتاعك. وان شاء الله يكون علم ينتفع بيه. ما تنساش تعمل سبسكرايب وشير طبعا لو الفيديو عجبك علشان اكتر عدد من الناس يقدر يشوفه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.